مساء الخير معالي الوزير. عندي سؤال فقط. ماذا بعد عملية سحب سفير الجزائر في فرنسا؟ وهل نرى بعد هذه الخطوة إجراءات اقتصادية مثلا ستقوم بها الجزائر، خصوصا وأن عن فرنسا دائما على استثماراتها في الجزائر؟ هل سنرى الجزائر تحول مسار اقتصادها إلى دول أخرى أوروبية أو غربية أخرى؟ شكرا. طبيعة الحال لن أفاجئك إذا قلت أنني لن أرد بدقة كبيرة على السؤال. نحن قلنا في البيان الصادر عن هذه الوزارة أننا سنستنتج كل الاستنتاجات من الخطوة الفرنسية. والاستنتاج الأول هو سحب السفير وتخفيض التمثيل الجزائري بفرنسا، لأن ما تم ليس استدعاء السفير لمشاورات، وإنما عملية تخفيض للتمثيل الجزائري في فرنسا. وهذه خطوة من الخطوات المعروفة في القانون والأعراف الدولية، وهي خطوة عالية في التعبير عن الاستنكار أو الاستياء من خطوات قد تقوم بها دولة لدينا معها علاقات دبلوماسية. فبالتالي هذه خطوة أولى، ونحن كما قلت بصدد استنتاج كل ما يجب استنتاجه من الخطوة الفرنسية، وسنقوم بالخطوات اللازمة التي نعبر من خلالها رفضنا لإقدام فرنسا على خطوة كهذه، وهي خطيرة بالنسبة للمنطقة، وخطيرة كذلك بالنسبة للجهود التي تبذل، خصيصا في هذا الظرف خصيصا لإيجاد حل سلمي سياسي لقضية الصحراء الغربية.